السلام عليكم. ده الجزء التاني. حاول بنطلع شوية تحليل أساسي مالي للأسهم. زي ما قلت لك قبل كده، ممكن تخش على investing.com، بتكتب EGX 30، بتكتب بتطلع اللي هي الشركات المدرجة وتخش على التحليل الأساسي. وممكن نرتب مثلا مقررات الربحية من فوق لتحت، فهنلاقي مثلا إن أكبر مقرر ربحية حاليا عندنا في السوق اللي هو مثلا في EGX 30 فوري، فعشان كده ممكن يكون مضغوط عليه جامد. مصر الجديدة برضو مقرر ربحية عالي. القاهرة للاستثمار، مستشفى كليوباترا، ام جروب، يعني كل الحاجات دي وما هي تطورش عالية قوي. يعني لو دخلنا في يعني أسواق ممكن تلاقي المقرر ربحية ده 100 و200. لو دخلت لك بقى على ال 70 وال 100 هتلاقي فيه مقررات أكتر من كده. فهو برضو الاي جي اكس 70 إلى حد ما، يعني هم دول مثلا الأسهم اللي فوق العشرة. وفي برضو أسهم بقى اللي هي زي ما قلنا قبل كده، مثلا تجاري أهو في الثمانية، الهرمس في السبعة، سيدي كرير في السبعة، بالم هيلز في الستة، أموك في الستة، في أسهم في الأربعة، وراسكم للتنمية، نساجون في الأربعة ونص، مصرية اتصالات في التلاتة. يعني بص، هي بتطلع دلوقتي وهي لسه كل ده في التلاتة، 3.7، إعمار تلاتة، حديد عز تلاتة، جي بي أوتو تلاتة، أبو ظبي الإسلامي. يعني في أسهم برضو إيه لسه مضاعف الربحية بتاعها واطي جدا، ويشجع أي حد إن هو يبص على الأسهم دي يشتريها يعني. بس فزي ما قلت لك، انت تقدر تطلع تبص بقى على investing.com، تبص على مباشر، تبص على الاسهم، شوف انت عايز تبص فين. انا بالنسبه لي برضو عاجبني بصراحه تريدنج فيو، لان هو بيلخص الموضوع كله في صفحه واحده. يعني نروح على مصرية اتصالات، نشوف برضو ايه نظرة عامة. واضح ان هنا برضو في صافي ربح اهو 2 مليار 3.3، 2.5، 3.5، 4. الشركة يعني بتزيد الأرباح بتاعتها. نخش على بعد كده مش عارف برضه مال الدخل ده. عندنا في الميزانية يقول لك القيمة الدفترية بتاعته 22.6، رقم أعلى من اللي هو شغال عليه. بس هو قبل كده برضه يعني كان شغال أهو، يعني هنا بي إي يعني القيمة الدفترية هنا 16 ما كانش وصل ل 16، هنا كان 17 ما كانش وصل لها، فهو بيعلي القيمة الدفترية لكن السعر لسه مش لاحق القيمة الدفترية. لكن برضه سهم، يعني أنا خلاص عرفت إن القيمة الدفترية بتاعته في 2020 كان 22، ممكن السنة دي تلاقيه أعلى، ممكن تلاقيه 25. ولو تفتكروا احنا كان في تحليل مالي يعني سوري فني، كنت قلت لك ان هو في تارجت ممكن يروح للمناطق دي. طبعا يعني التحليل الفني المفروض ان هو يعني يطابق التحليل المالي. هنا برضو لو بصينا على الاحصائيات هنلاقي مضاعف الربحية احنا طلعناه بقى تقريبا اللي هو ايه 6 ولا حاجة. نسبة 5، هو شغال على بي اي 5، نسبة السعر على الربحية. ده بالنسبة لمصرية اتصالات. واحنا قلنا برضو شكله على الأسبوعي شكله قوي، بيحاول إن هو يقف فوق الموفينج افريج 200 على الأسبوعي. لو رحنا على الشهري برضو نحافظ على كل الموفينج افريج، وده الفورميشن اللي احنا كنا شايفينه، يعني فيه زي شولدر، هيدن شولدر كبير جدا. يعني في على الأسبوعي شولدر هيدن شولدر هنا، ده اللي هو يتكسر عند ال 16 جنيه ونص، وفي واحد أكبر
طبعا ده لو هو بقى عايز يطلع يعني يورينا فاهم حاجة تانية خالص فوق ال17.5. ممكن يبقى كل ده شولدر، وممكن يبقى ده الهيد كبيرة، وممكن يبقى ده شولدر ويكسر المناطق بتاعت ال17 80، 17.5، وممكن يطلع طلعة قوية جدا. نبص على ايه بقى تاني؟ هيرمس. هيرمس برضو دي مش هتطلع في ايه برضو. الإحصائيات هنطلع منها ايه؟ نسبة السعر العوائد اللي هي البي اي أو مضاعف الربحية. السعر إلى الربحية 8.6. نبص على النظرة العامة، يعني الشركة برضو ايه أرباحها أخبارها بتزيد ولا بتقل. الربح هنا ايه يعني شغال في حتة اللي هي 1.3 1.2 مليار في السنة. الإحصائيات عايزين القيمة الدفترية. القيمة الدفترية يعني بنتكلم في 14 جنيه 77. لو تفتكروا الرقم ده أنا قلت لك إن هو ده مقاومة، وبرضه كسر الرقم ده لفوق. ممكن نشوف أرقام تانية في هرتز. ممكن ناخد سهم كمان سريعا. تعالى نسجون. لو بصينا نظرة عامة كده نشوف الأرباح هنا 170 مليون 53 300 هو شغال في الحتة بتاعت 300 مليون. الميزانية العامة تطلع منها القيمة الدفترية. القيمة الدفترية 10 جنيه 26. نطلع بعد كده ايه مضاعف الربحية. طبعا تقدر تقرا بقى الأرقام دي أكتر يعني بالتفصيل لو أنت داخل سهم. أنا بوريك بس بسرعة ايه يعني. هنا نسبة مش موجودة البي اي للأسف، بس هو يعني بقاله فترة شغال في رينج 7 6 5 6 5. مش عارف ليه ما نزلوهاش هنا. ممكن احنا نخليها سنة. يعني ممكن نحاول نشوفها بقى في حتة تانية مثلا هنا في لو موجودة. أين أنت يا نساجون؟ أهو هنا قايل لك إن البي إي بتاعه 4.5. فبرضه المكرر الربحية مش عالي. فيعني هي دي الأسهم زي ما بقول لك يا جماعة، هي دي اللي فيها فلوس. يعني احنا لو دخلنا بقى على اي جي اكس 70 إن شاء الله هعمل عليه فيديو تاني. هاخد بس ايه بريك كده وبعدين ايه أعمل لكم فيديو على أسهم ال70. بس الناس يا ريت ما تزعلش بقى. نفس الفكرة الشركات المدرجة أنت تسلى فيها عقبال لما أعمل لك الفيديو بقى. مش هلحق أعملها.